ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. والنهارده ميعادنا مع احداث مسلسل آسر. تعالوا النهارده نتابع ونكمل تفاصيل الاحداث من اخر فيديو. مش ملتزمين برقم حلقات. اخر فيديو حكينا فيه هو ان آسر كان موجود في العربيه مع حياة وبيحاول ان هو يخرج من الحاله اللي هي فيها، ويقولها ان هي لازم تنسى. وطبعا كانت يعني حاسه بالخيانه والغدر من راغب بعد ما شافته مع حبيبته، وإسر بيحاول إن هو يهون عليها. بينما بعد كده عزت بيسيب جابر وبيقول له سبقني أنت على الصالة وأنا هروح مشوار. بيكون متضايق جدا وشايف كل اللي حواليه خاينين، حتى الرجالة اللي كانوا معاه. بينما بعد كده آسر بيروح عشان خاطر يزور أمه، وبعد كده بيجي رامي فبتقعدهم قصاد بعض، وبتقول لرامي أنت إيه اللي عملته ده، والفضيحة اللي كتبتها في الجورنال، والمقال اللي كتبته عن موضوع جريمة أخوك. قال أيوة، في معايا رسالة فعلا لأخويا مجد قبل ما يموت، كاتب فيها إن هو مجرم وإن هو عمل كل الجرائم دي. ساعتها قالت له ما كانش ينفع أبدا إنك تعمل كده وإنك تفضح أخوك، وإنك الرسالة دي مضمونها تكتبه في المقالة. كانت ثايرة جدا عليه وطلبت إن هو يجيب الرسالة، وراح جاب الرسالة وقراها، وخلت كمان آسر يكملها وهي عارفة إن آسر نفسه هو اللي كتب الرسالة. كانت متغاظة جدا منه، وقالت كمان ان هي ما شرفهاش اولاد زي اولادها. ولما سأل رامي اسر بيعمل ايه، قالت ان هو جاي عشان يشوفني ويزورني بعد اللي انت عملته والمقالة اللي انت كتبتها. اولادي قاسيين عليا، اشوف بقى الغرباء هم اللي يكونوا معايا. انت كتبت مقال واخوك اعترف بجريمته ان هو قاتل ومجرم، مش عارفه اعمل معاكوا ايه. انا مش مبسوط ابدا ومش راضيه عنكم. كانت بتحكي كده بصيغه الجمع كانها بتتكلم مع اولادها الاتنين اللي قدامها. وطبعا اسر كان فاهم كويس جدا. طلبت من رامي ان هو يمشي، كانت متضايقه منه. ولما اسر جه يكلمها كانت متضايقه اكتر، قالت له انت ازاي تعمل حاجه زي كده؟ قال لها انا عملت كده عشان خاطر احمي اخويا، كنت خايف عليه من راغب وعزت، كان لازم اقول له كده عشان خاطر يبعد عن كتابه المقال. قالت له ما ينفعش ابدا ان انت عملته ده، انت كده ما حميتهوش، انت اذيتنا كلنا. ازاي تكتب حاجه زي كده؟ الحاجه دي ما حصلتش. ازاي ما تبرأش نفسك؟ ازاي تكتب كلام ما حصلش؟ ازاي تفضحنا في كل مكان؟ ليه عملت كده؟ انت مش ابني ابدا، انت واحد جديد اسمك آسر، مش مجد ابني. انا مش عايزه اعرفك تاني. قال لها امي اسمعيني، انا عملت كده عشان خاطركم، عشان خاطر احميكم. انت عارفه ان اكيد انتوا كنتوا في خطر، وكمان لو كان الموضوع اتعرف اكيد عزت وراغب ما كانوش هيسيبكوا في حالكم. قالت كانوا يعملوا اللي يعملوه، لكن ما تعملش كده فيا ابدا. اخرج بره، انا ماليش ابن خلاص، مجدي مات في السجن. وساعتها طبعا آسر كان مصدوم من رد فعل مامته بعد ما طردته. بتروح بعد كده ناي وبتتكلم مع حياة اللي كانت متضايقة وبتعيط طول الوقت، وسألتها في ايه مالك؟ قالت لها مفيش، انا كويسة. لكن قالت لها ليه بتعملي كده في نفسك؟ قالت لها مفيش. قالت لها انت مخبية حاجة عليا؟ قالت لها مالكيش دعوة بيا، انا كويسة، انت روحي انبسطي اتفسحي. قالت لها ليه؟ فاكراني لسه عيلة صغيرة تضحكي عليا وتقولي روحي اتفسحي؟ لا طبعا، انا عايزة اعرف مالك، ايه اللي بيحصل؟ صرحيني قوليلي، ليه انت حزينة طول الوقت؟ ليه دايما بتثبتي انك انت مش مبسوطة في حياتك؟ ليه دايما دبلانة وبتتكلمي معايا كأني عيلة صغيرة لسه؟ آسر راح اتكلم مع ناي وقال لها ان هو عارف موضوع مرضها، وانه سأل، وانها لازم تتعالج علشانه. قالت ان هي كده كده هتموت، حتى لو هتعيش معاه فترات بسيطة، حتى لو هو مش بيحبها. لكن كان رده عليها ان هو لازم يساعدها في ان هي تتخطى ده، وان هي تكون كويسة، وان هي يعني ربنا يشفيها من المرض. طلب منها تتعالج، طلب منها ان هي تشوف حياتها وصحتها علشانه. لا فكري في الموضوع وردي عليا وانا هكون معاكي مش هسيبك. خرج من عندها فيصل قال له قلت لها ايه؟ رد قال ان هو عامل الواجب يعني. وراحوا دلوقتي عشان يكملوا خطتهم، والخطة دي ضد عزت. هنشوف دلوقتي هيعملوا فيه ايه، وازاي هيقدر يوهمه بخيانة راغب ليه. اما بالنسبة لآسر فراح على ملجأ الايتام علشان يشوف الولد ابن الحارس. لما راح ملقيوش هناك، كان فاكره ان هو هارب زي كل مرة، لكن مدير الدار قال ان هو خرج بشكل رسمي مع واحد اسمه عزت. وطبعا ساعتها كان خايف جدا وقلقان على الولد من عزت. عزت اخد الولد ابن الحارس عشان خاطر يعلمه ازاي يقوص وازاي يضرب بالمسدس، وقال له شوف مين عدوك اللي انت عايز تموته. قال عدوي هو اللي قتل بابا. قال له خلاص تخيل ان عدوك قدامك ويلا قوص عليه. والولد فعلا بدأ ان هو يتعلم. من 3 4 سنين بعد ما عزت كان معاه فلوس كتير، وكمان كان عنده أجانس عربيات واشترى يخت، بدأ إن هو يعيش كويس. للأسف جه فترة من فتراته كانت عليه ديون كتير جدا،
وكل ما حد يجي عايز ديونه كان بيديله عربية. لكن المرة دي كان ناس عايزين فلوس كتير جدا منه، كانوا واقفين له وعايزين اليخت بتاعه. تقريبا كده فلس فكر في الانتحار، لكن ما عملهاش. نرجع بعد كده وبنشوف آسر بيتكلم مع راغب علشان خاطر يكون فكر في موضوع عزت، وإنه لازم يخرج من المشاركة اللي بينهم، وإنه مش عايزه معاه. قال له إن هو هيرد عليه، اللي فكر يرد عليه على طول، لازم ترد. آسر كان قاعد مع فيصل وكمان لارا، اللي كانت مستغربة قعدتهم كده ساكتين. في إيه؟ مش بتتكلموا ليه؟ طب مستنيين تليفون؟ طب ليه أنت ما تتصلش؟ ولا خايف على الفاتورة؟ مش فاهمة طبعا لارا أي حاجة. لكن بيجي اتصال فعلا لآسر، هو كان مستني الاتصال ده، كان مستني اتصال حياة اللي قررت إن هي ترجع تاني وتعيش حياتها وتكون قوية وتروح وتثبت نفسها. كلمته وقالت إن هي رايحة النهاردة على صالة القمار علشان خاطر تكون موجودة مع راغب، وعايزة تعرف إذا كانت البنت موجودة هناك ولا لأ، وإنها هتظبط نفسها وتروح. قال لها أنا معرفش إذا كانت هتروح بس أكيد. قالت خلاص أنا هروح، هتيجي؟ قال لها أكيد أنا كمان هاجي. ظبطت نفسها ولبست حلو جدا وعملت شعرها وعملت ميك اب. اختها اول ما شافتها حضنتها وكانت مبسوطه جدا ان هي سعيده، وانها بدات ترجع تاني لعوايدها، وان هي بدات تكون مبسوطه. عزت قاعد بيفكر ان ممكن راغب يخونه فعلا ويرميه بره بعد كل اللي عمله ده. بيجي جابر بعد كده وبيزود الدنيا وبيولع فيها، وبيقول ان هو سمع آسر وراغب بيتكلموا مع بعض ان هم عايزين يخرجوك من الشراكه خالص ويرموك بره. وساعتها عزت حس قد ايه بالخيانه، طبعا لأن راغب المفروض صاحبه، وكان متضايق جدا. آسر بيتجهز وبيلبس علشان خاطر يروح على صالة القمار النهاردة، هتكون موجودة حياة. وعزت بيبدأ إن هو يجهز سلاحه لأنه كان متضايق جدا من راغب. وراغب بيتكلم معاه وبيقول إن هو لازم يجي النهاردة على الصالة علشان هو عامله مفاجأة. عزت كان حاسس إن راغب هيغدر بيه، لكن راغب كان بيتكلم بحسن نية إن هو فعلا محضر له مفاجأة. راغب طلب من عزت إن هو ما يجيبش سلاح معاه، وده لأن هيكون في ناس كبار يعني ومش عايزين مشاكل. وقال له تمام، لكن عزت كان مأمن نفسه لأنه كان حاسس بالخيانة والغدر، وأخد أسلحة كتير جدا معاه. بينما ناي بتروح على طول وبتقول لآسر إن هي خلاص موافقة على اللي هو عايزه، وإن هي بتحبه كتير حتى لو هو ما حبهاش، وردت عليه وهي مبسوطة وسعيدة. بيروح بعد كده آسر علشان خاطر يحضر في صالة القمار، وبيروح وبيتكلم مع راغب عن رأيه في موضوع عزت، وكذا مرة بيسأله وبيتهرب من الإجابة. بتوصل بعد كده حبيبته دي وبتقف تتكلم معاه، وطبعا آسر هو اللي جايبها وخلى لارا تكلمها علشان عارف ان حياة جاية، فقال ان هي لازم تيجي علشان يولع الدنيا اكتر بين حياة وراغب. لكن البنت كانت واقفة جنب راغب، ومرة واحدة جت حياة لابسة حلو جدا داخلة كده على الصالة عمالة بتبص على الكل والكل بيبص عليها. راغب اتفاجئ بيها وراح على طول وسلم عليها ورحب بيها في المكان. راغب كان مبسوط جدا بوجود حياة. آسر بيتكلم معاه في الشغل، قال له ما تتكلمش معايا في شغل طالما انا زوجتي حبيبتي جنبي. قال خلاص انا اسف، لكن قالت له حياة خليك انت اتكلم في الشغل، انا عايزه اقوم اخد لفه شويه. راحت على البار علشان تشرب، وعزت كان جاي في الطريق، وطبعا عينه فيها شرار علشان عارف ان هو هيتغدر بيه. بينما بتروح حياة على البار وبتطلب كوكتيل، وكمان البنت دي حبيبة راغب بتكون معاها، بتقول ان الكوكتيل ده حلو جدا وبتشربه بيكون تقيل عليها. لكن حياة قالت ان هي واخدة عليه وان الكوكتيل ده بينشرب مرة واحدة بس. قالت لها وانت ليه بتشربي كتير؟ قالت لها انا متعودة عليه، كل مرة بقول مش هشرب لكن بشرب منه برضو. شرقت البنت قالت لها انت بصلي فيه. حياة قالت لها يا حبيبتي اشربي اللي انت عايزاه، البار بتاعي والمكان كله بتاعي. حياة كانت عايزة تثبت للبنت ان كل حاجة بتاعتها، المكان وصاحب المكان وكل حاجة يعني. قامت البنت بالفعل بعد ما استفزتها حياة، وعزت وصل على المكان، وكان راغب وآسر قاعدين بيتكلموا مع بعض، بيتكلموا في موضوع الشراكة، وآسر مصمم ان عزت يخرج منها. وراغب وافق، قال تمام، ما انا كنت عايز صاحبي معايا وانا مش عايز اغدر بصاحبي، لكن انا برضه هديله مفاجأة. وكان معاه مفتاح حاجة يعني هيكافئوا بيها علشان خاطر ما يكونش معاهم في شراكة الفندق، لكن هيديله برضه حاجة بالمقابل ده يعني، ومش ناوي ان هو يغدر بيه. لكن عزت كان جاي وطبعا كله شرار ومعاه السلاح، واول ما دخل على المكان شاف آسر وراغب قاعدين بيهزروا ويضحكوا مع بعض وكمان بيسلموا على بعض، وآسر شايفه، عشان كده بيزود ان هو يسلم على راغب وان هو يتكلم ويضحك معاه. لكن راغب كان مديله ظهره، لكن آسر هو اللي زود في الكلام والضحك والسلام لما شاف عزت وصل على المكان
وشافهم بالشكل ده منسجمين وبيضحكوا وقرا في عينيهم قد ايه ان هم غدارين وناويين يغدروا بيه، دخل على المكان وبص على الجميع وهو كأنه في حالة صدمة. هنشوف عزت ايه اللي ممكن يعمله لانه كان جاي وهو متضايق وحاسس بالغدر، وهنشوف ان شاء الله في الفيديو الجاي وهحكي لكم ايه اللي ممكن يعمله عزت بعد ما وصل للمكان. وطبعا اول ما شافه راغب فتح له حضنه، لكن فضل يبص كان شايف الناس كلها ضده. وهنشوف ايه اللي ممكن يعمله عزت، ودي طبعا خطة آسر اللي مكملها علشان خاطر ينتقم منهم. نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله أكمل لكم في الفيديو الجاي كل الأحداث الجاية. أشوفكم على خير في فيديو تاني، وأتمنى الفيديو يكون إعجابكم. اشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوها، فعلوا زر الجرس علشان أول ما ينزل فيديو يوصل لكم على طول. أشوفكم على خير، باي باي.